المغرب جا ثالث. لا معناها هو جا ثالث، الركراكي والمغرب جرب. دون لو ديرني كاري. لو ديرني كاري. معناها احسن مدرب في هذه الدوره. احسن مدرب في هذه الدوره عندك انت باهي كابتن. اي معناها هذاك هو لا عنده تاريخ زاد هو مسيرته محمد. باش نحكي لك على مسيرته. انا فتح رباطي التحيل الوداد المنتخب المغربي فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد وصل للنصف نهائي المونديال، لكن مازالت عنده تحديات اخرى اللي هو مثلا كاس افريقيا للامم مع منتخب اسود الاطلس. ولا شو نقول لك انا انا قلت مثلا استطيع عليه هو انا قلت باللي عملوا الركراك يعني انجاز كبير ما يوصل يعملوا حتى واحد يعني الا في يمكن الون تيرم نقولوا وصعيب برشا. لانه قلت انا قلت الركراك دفن كل انجاز عربي كان يتغنى به اي حد ولا افريقي، لانه السيد عمل حاجه ما شفناهاش احنا، ما كناش من دومي فينال، حاجه يعني فاقت التوقعات الكل بالضبط. يعني انت كي تشوف وانت حتى انا نشوف ديما الكاركتير نتاع لونترونور، انا نتبع فيه بالكدا من قريب، شفته هو في المعاملات مع الملاعبيه صحيح توفرت له هي الاليات الجمعيه الحاضره والجمعيه المتوفره والثريه بالجوارات، لكن كانت عنده البصمه حتى كي نشوفوه كيفاش يحكي ديما يقول الاسبري دو جروب الجروب ديما يحكي كان على الجروب ما يحكيش على روحه. يمكن حتى في الفاز الاخرانيه ايش عمل هو اللي كانت عنده البادره باش يجيب عائلات نتاع الملاعبيه باش يخليهم ديما مرتاحين، ديما يخمم على الكوتي بسيشيك في وهذاك اللي كان سبب نجاحه هو. وان شاء الله نقولوا احنا ان شاء الله نهار يجي تونسي يعمل انجاز كيما وليد الركراكي. علاش لا نحلموا شويه كابتن، ولو انه في القريب العاجل صعيبه شويه لكن نحلموا. علاش لا؟ الحلم مشروع. كابتن مش موافقني برشا اليوم. مش موافق. قلت الحلم مشروع. جدل ليه الحلم مشروع الكل يعني نقعدوا نحلموا ان شاء الله الحلم ما تونس.